الإعلام الجزائري ينفجر بالبكاء والغضب داخل بلاطوات جزائرية ويتمنون رسميا خسارة المنتخب المغربي أمام اسكتلندا وب6 أهداف مقابل 0. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد، إذا كنت تحب المنتخب المغربي وضدا في الجزائريين، اضغط لايك لهذا الفيديو لكي ينتشر في قنوات الهداف وفي قناة البلاد وفي قناة الجزائر تيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جميع الصفحات الفيسبوكية الجزائرية وعلى جميع الريلات داخل الجزائر، سواء في الفيسبوك أو التيك توك أو الانستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي. رسميا يتمنون خسارة منتخب مرضي الوالدين، منتخب الذي أبهر العالم في قطر 2022 وثم جاء لكي يبهر العالم في كأس العالم 2026. كندا، المكسيك ثم الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد تعادل منتخب مرضي الوالدين أمام البرازيل ب1-0 كان دائما 1-1 كان دائما الإعلام الجزائري يتمنى خسارة المنتخب المغربي ضد البرازيل، فجاءه الرد السريع. العراق خسرت، تونس خسرت، قطر خسرت، الجزائر خسرت، وكلهم خسروا بأرقام خطيرة جدا وأهداف كثيرة. قطر خسرت ب6 أهداف، الجزائر ب3، تونس بخماسية، ثم العراق برباعية. وجاء المنتخب المغربي مرضي الوالدين لكي يرفع رأس العرب في هذه التظاهرة. رسميا إن شاء الله منتخب مرضي الوالدين سوف يفوز على اسكتلندا ويضمن 3 نقاط ويصبح عنده 4 نقاط، وأيضا سوف يتأهل للدور الثاني وثم الثالث وثم النهائي إن شاء الله.